مدينية كوناكري. ينتصب مسجد محمد السادس بصومعته الشاهقة التي تستمد خصوصيتها من التراث المغربي العريق. في هذا الصرح الديني ألقى ممثل المجلس العلمي الأعلى خطبة صلاة الجمعة إيذانا بافتتاح المسجد أمام المصلين. وفي 24 من فبراير من عام 2017 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه وفقا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة بطاقة استيعابية تفوق 3000 مصل على مساحة تبلغ هكتارا واحدا. ويضم المسجد قاعة كبيرة للصلاة وقاعة للندوات ومكتبة ومدرسة قرآنية وفضاء تجاريا وقسما إداريا ومساحات خضراء. ويهدف تشييده إلى إقامة الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الموعظة في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين الغيني والمغربي، وذلك من أجل تحقيق استفادة جمهورية غينيا من التجربة والخبرة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني وتعزيز القيم الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن والحوار على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وأكد الوزير الأول رئيس الحكومة بجمهورية غينيا أمادو أوريباه أن مسجد محمد السادس يعد رمزا للتضامن وقوة الروابط بين المغرب وغينيا، مضيفا أن هذا المسجد الرائع يأتي لينضاف إلى مختلف مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تدل على الروابط العريقة بين هذا الجزء من شمال إفريقيا وغربها. ويأتي مسجد محمد السادس بهندسته المعمارية المغربية تكريسا لطابع الحضارة والثقافة المغربيتين في المشهد الغرب إفريقي.